جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه لكم فكره تشالنج تحفه قوي، اول مره اعملها من ساعه ما بدات على القناه، وكمان مش جايه لوحدي، جايه مع اختي وهي اول مره تطلع معايا، ورحبوا بيها. النهارده بقى ايه فكره تشالنج تحفه قوي؟ وهي ان احنا هنرسم 3 رسمات ونشوف فينا مين اللي هيكسب، وانتوا اللي هتحكموا طبعا. اول رسمه بتكون سهله، تاني رسمه بتكون اصعب شويه، والتالتة صعبه جدا. طبعا احنا الاتنين ما بنعرفش نرسم خالص، فاحنا يعني ايه هنحاول معاكم. تمام، هنشوف بقى مين اللي هيكسب، وانتوا اللي هتحددوا في الكومنتات، او انتوا اللي هتكتبوا مين اللي كسب فينا، انا ولا اختي. ويلا بينا نشوف هنرسم ايه في الاول. اول حاجه جبنا دي ووريه لها، وحطينا الورق ده علشان هنرسم عليه. تمام، فاحنا هنرسم بقلم رصاص، القلم ده وقلم الاسنان ده. تمام، فنشوف بقى مين فينا اللي هيكسب. تمام، ويلا بينا. ومن شروط التحدي كمان ان ما ينفعش حد يمسح، يعني انت اتلخبطتي في الرسمه كملي عليها، ملناش دعوه، ما ينفعش ان انت تمسحي. تمام، فانت هترسمي من غير ما تمسحي اي حاجه، يعني حتى لو غلطتي في اي حاجه هتكملي عليها. اول رسمه طبعا انا قلت لكم ان احنا هنرسم 3 رسمات، هقوله لكم دلوقتي وهنرتبها مع بعض دلوقتي عشان انا مش مرتبه اي حاجه. هنرتبها من الاسهل للاصعب، صح؟ المهم قولي لهم هنرسم ايه. قطة ودبوبو وبيت. احنا هنرسم ال3 رسمات دول، المفروض بقى نحددهم دلوقتي من الاسهل للاصعب عشان نبتدي ان احنا نعمل التحدي حلو قوي. ايه الاصعب وايه الاسهل؟ انا بالنسبه لي الاسهل البيت. أنا بالنسبة لي الأسهل ممكن اللبوة أو القطة. ماشي، تختاري ايه؟ أي حاجة. نختار. اول حاجه، اول رسمه هنرسمها البيت، علشان انا اللي اخترتها طبعا، عشان انا الاخت الكبيره فانا اللي كلامي هيمشي. المهم طبعا هنرسم البيت في الاول. تمام، وبعدها القطه، وبعدين اللبوب. واللبوب ده اصعب حاجه تقريبا بالنسبه لنا، فاحنا هنرسمهم ال3. ويلا بينا بقى نشوف مين اللي هيكسب. طبعا احنا محتاجين تايمر، فاحنا هنعمل التايمر على 5 minutes. بس ده كتير. انت قلت صح؟ هترسم ايه؟ بيت، بس ال 5 minutes يعني دول بعرف كتير، أرسم. صح؟ ما احنا الاتنين ما بنعرفش نرسم، بس انا بعرف ارسم البيت الصراحه، يعني الى حد ما. المهم هنعمل التايمر على كام ما دقيقه. ينفعش نستخدم مسطرة؟ نو، قلم بس. المهم هنعمل بقى التايمر دلوقتي على كام دقيقه. حاسه ان 5 دقايق كتير، صح؟ 3 أو 3 دقايق 3 كويس. حلو. 3 دقايق كويسين، علشان احنا كمان في المستوى الاول. المستوى الاول ده المفروض بتكون اسهل رسمه اللي هو البيت. تمام، فهيكون 3 دقايق، وكل مستوى يعني على حسب سهوليته وصعوبته هيزيد دقيقه. يعني مثلا في المستوى الاخير اللي هو اللبوبو ده اصعب مستوى، فهيزيد دقيقه، فيكون تقريبا 5 دقايق، صح؟ احنا قلنا 3 4 5. فاللبوبو عشان هو اصعب رسمه وفي المستوى الاخير وفي المستوى الاصعب فيكون 5 دقايق. فيلا بينا بقى نعمل التايمر دلوقتي يا جماعه. نعمل التايمر بقى على 5 دقايق، ويلا بينا نبدا. 5 دقايق ايه يا جماعه؟ بجد انا اتلخبطت. هعمله على 3 دقايق، صح؟ احنا مختارين 3 دقايق، فهعمله على 3 دقايق. ويلا بينا نبدا اهو. يلا بينا نبدا دلوقتي. احنا هنبدا، يلا بينا بقى بسرعه، المفروض محدش يغش من التاني. يا جماعه انا اتلخبطت، واحنا قلنا طبعا في التشالنج ما ينفعش حد يستخدم الاستيكه. ايه القرف ده؟ ما تيجوا نغير قواعد التحدي ونستخدم الاستيكه، صح؟ مش عارفه ازاي يعني. لا، احنا لازم نستخدم الاستيكه حرفيا كده، لو مستخدمناهاش مش هنعرف نعمل اي حاجه.
فدلوقتي انا هستخدم استيكه القلم بتاعتي مكسله الصراحه، اقوم اجيب الاستيكه. طب وانا لو عاوزتيها بقولي لي. ما عايز مش استوري بقى عم اخلص. في استيكه هنا. طبعا جبنا الاستيكه وخلاص، اصلا الوقت قرب يخلص وانا لسه ما خلصتش. الترابيزه. لا القرف اللي انا عاملاه ده بجد شكله زباله. المفروض اجمله شويه بس انا مش عارفه اعمل ايه. ممكن ارسم جنبه شجره او حاجه. الوقت قرب يخلص. الوقت خلص يا جماعه. طبعا فصلنا التايمر. تعالوا بقى نشوف بينا مين اللي كسب. انا اوريكم الرسومات بجد، احنا ما بنعرفش نرسم خالص خالص حرفيا. شكله حلو. يلا 3 2 1. لا مش باينين ولا لا؟ شويه مش عارفه باينين ولا لا بجد. باينين. ممكن استني. حرفيا انا ما لقيتش كراسه رسمه عندي. انا كان عندي كتير جدا، كان عندي دستة حرفيا. انا مش عارفه هم راحوا فين الترابيزه بجد. في المهم نبقى نشوفها. لا شايفين؟ مش موجوده. ممكن تكون موجوده. لا بجد انا مش عارفه، بس انا دورتها قدامي كده انا ما لقيتش. فشوفوا بقى. تعالوا بس اوريكم رسمتي الاول وبعدين اوريكم رسمه اختي. دي رسمتي يا جماعه، دي رسمتي البيت وجنبه هنا ايه شجره. يلا بقى تعالوا اوريكم رسمه اختي. دي رسمه اختي يا جماعه. عملت البيت بقى بالشكل ده، وهنا حشائش تقريبا وهنا طريق. الرسمتين بقى جنب بعض. تاخدي دي قيموها لنا وشوفوا مين اللي هيكسب في اول جولة. تقريبا دي اسهل جولة. اما نشوف الباقي تقريبا انا بعرفش رسم صدمة حرفيا يعني. فهنشوف بقى. قيموا البيت وقولنا كام من 10 وشوفوا مين اللي كسب فينا. بس تقريبا حاسة مين اللي هيكسب. مش عارفه بس البيت بتاعك صغير. بتاعي صغير. لا بجد مش عارفة اعمل ايه. المهم هما هيقيموا البيوت ويلا بينا بقى نشوف الحاجة اللي بعد كده. حاجة معايا وهي القطة. دلوقتي احنا اخترنا رسمة القطة دي. هنشوف مين اقرب حد هيعرف يرسمها بالظبط تقريبا يعني. بطريقة اسهل. فاحنا ما هنحطها قدامنا تمام وهنرسم. هنشوف بقى ايه اقرب حد هيعمل الرسمة للقطة دي او يعمل هي يعني. فيا رب تكونوا فاهمين حاجة من اللي انا قلته تقريبا. فدلوقتي احنا هنرسم دي تكون رسمته مشابهة اكتر للرسم. ايوه بالظبط جدع. فيلا بينا نبدأ. نسينا نعمل التايمر. فاحنا هنعمل التايمر دلوقتي على كام؟ احنا عملناه المره اللي فاتت على 3 دقايق، هنعملها دلوقتي على 4. هنعمل التايمر بقى يا جماعه. هعمل دلوقتي التايمر وبعدين هخرج واجيب رسمه القطه بسرعه. يلا استنى. يلا بينا نبدأ بسرعه. طبعا عدلت الكاميرا علشان ما كانتش مظبوطه. رسمه القطه. يلا ابدأ يلا. بسم الله. ازاي
انت تقريبا خلصت يا جماعه. انا قربت. ده انا لسه ما عملتش. عادي، هو اصلا لسه التايمر ما عملش، هو المفروض يعمل على 4 minutes. اوكي، هكتب الكلمه اللي مكتوبه فوق الرسمه. والله يا جماعه احنا مش بنعرف نرسم، تمام؟ فانا كنت بعرف الاول بس رسم اللي هو ايه، كنت برسم على طول، بس دلوقتي ما كنتش برسم اي حاجه، بقالي فتره يعني ما رسمتش وكده. فدلوقتي بقى ايه، احنا بنرسم، بطلع المواهب المدفونه انا ورنا. انا تقريبا عامله لها ودن وودن، عاملاها اكنها ودان فيل. هو ما ينفعش نغير في الرسمة عادية؟ لا، نفس الرسم. لازم. يا جماعه اختي اول مره خلاص. تطلع معايا، لسه التايمر ما خلص، اعملي بقى اي حاجه. اختي يا جماعه اول مره تطلع معايا، فاكتبوا لها بقى كومنتات حلوه كده عشان هي هتقراهم كلهم، صح؟ ان شاء الله. هي هتقرا كل الكومنتات طبعا وانا هقرا معاها، فاكتبوا لنا كومنتات كتير قوي علشان ايه، عشان نشوفها يعني وكده. فانا عامله لها ودان فيل. انت ما تغشيش مني. انا ما غشيتش، نخلصها بس. هي وشها بقى مربع. التايمر خلص 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 خلص. اوكي، يلا بينا بقى ايه نشوف ال مين اللي رسم احسن. ثانيه اعدل لكم الرسمه. انت ليه مصغراها قوي كده؟ اذا كان هي كبيره اصلا في ما بحبش ارسم كبير. طب ما انت كنت راسمه البيت كبير وبتقولي على البيت لا، ما هو يلا البيت حاجة والفستان اذا عشان اعمل لكم الفلاش ولا اعمل ايه مش عارفه. لا بص، انا هحط لكم الصوره في ورقة، هحطها في ورقة كده عادي. هحط لكم الصوره دي بتاعت القطه هنا، تمام؟ وهشغل الفلاش. اهم الرسومات اهي يا جماعه. اول حاجه دي رسمه اختي، نزلها تحت شوية. تمام؟ يا رب تكونوا شايفينها كويس. دي رسمتها، دي رسمه اختي، قيموها. وهحط لكم الصوره هنا بتاعت القطه علشان تشوفوا مين الرسمه المشابهه اكتر. دي رسمه اختي. يلا بينا بقى نشوف رسمتي. يا جماعه خلصنا طبعا الرسومات، دي رسمه اختي، قيموها لنا تمام، وقلنا مين اللي هيكسب. طبعا هحط لكم صوره القطه اللي انا كنت قربيها شوية. وريتها في التليفون ليكم، يا رب تكون باينه. هوريكم طبعا صوره القطه او احطها هنا على الشاشه علشان تشوفوها وتشوفوا مين اقرب رسمه ليها. دي رسمه اختي، يا رب تكون باينه بجد. دي رسمه اختي يا جماعه. هوريكم بقى رسمتي، ودي رسمتي. قولنا بقى مين اللي هيكسب، انا ولا اختي؟ انا مش عارفه هي بتضحك على ايه الصراحه. فقولنا بقى مين الرسمه الاحلى. انا مش عارفه اوريلكم الصوره ليه. دي رسمتي، طبعا اوريلكم رسمه اختي. قولنا بقى مين الاحلى. هاتي كده، يلا قلنا مين الاحلى ومين الصوره المشابهه اكتر، مين الرسمه المشابهه اكتر للصوره. وهنيجي للتحدي اللي بعد كده، وهي رسمه اللبوبو. هنرسمه طبعا، انا ما اعرفش شكله قوي او مش فاكره شكله. فاعمل ايه دلوقتي، هنجيب رسمه للبوبو برده ونحطها، تمام؟ ونشوف بقى. يلا بينا نرسم اللبوبو. دي اللبوبو اللي احنا نرسمها. عرفتوا بقى يا جماعه، عرفتوا بقى انا ليه فيها ديتيلز كتير. فيها تفاصيل كتير. عرفتوا بقى انا ليه سايباها المستوى الاصعب والمستوى الاخير، علشان هي صعبه جدا. فهنحط اللبوبو قدامنا دلوقتي وهنشوف مين احسن واحد هيرسمه، تمام؟ عرفتوا بقى احنا اصلا ما بنعرفش نرسم، احنا حرفيا ميح في الرسم. فيلا بينا نجرب. يلا بينا. فدلوقتي بقى هنعمل التايمر على 5 minutes. اوكي، المفروض هيكون 16. هنعمل 5 دقايق. 5 دقايق تقريبا كويسين ولا ايه؟ حلوين، يلا مش مشكلة. احنا كده كده بنخلص اصلا قبل الرسمه، بنعمل اي هبد، حرفيا بنعمل اي حاجه. لا، انت عاملة 6. 5، المفروض 5، تمام؟ فدلوقتي هبدأ التايمر وهجيب صورة اللبوبو، ويلا بينا بقى نشوف مين اللي هيعمله احسن. لبوبو يلا بسرعة. يلا 3 2 1. حبوش. انا ما بعرفش ارسم القرون بتاعت اللبوب. انا بعرفش ارسم اي حاجه، حرفيا هو وشه مليان تفاصيل كتير قوي. انا محتاجه حاجه اسند عليها غير دي. يلا بينا، بسم الله. عارفين يا جماعه انا بكره اللبوبو قوي، شكله وحش جدا. حرام عليك. حرام عليه ليه؟ هو مش حاجه حلوه اصلا، حاجه بشعه جدا، بكرهه. لا، مش حلوة جدا. شكله بشع حرفيا، شكله وحش قوي. انا مش عارفه الاطفال يا جماعه، مش عارفه الاطفال بيحبوه على ايه. يعني شكله مش كيوت خالص. المفروض الاطفال بيحبوا حاجات عسوله كده، حاجات كيوته كده. وباربي مثلا، باربي اثرت معاكم في ايه مش عارفه.
المهم يعني نرسمه بقى اللبوبو علشان انا اصلا ما بحبهوش تقريبا. لما بحبوش ده يطلع حاجه حلوه مني ولا ايه؟ المهم بسم الله برسم القرون دلوقتي. ايه ده؟ مش مهم، هو كده كده لبوبو يعني، هو اصلا مش مظبوط. طبعا يا جماعه انتوا انا عملت لفوفو مش لبوبو. هو في فرق؟ مش فاكره الفرق قوي. او في اصلا شخصيه اسمها لفوفو؟ لفوفو وفي حاجه ثالثه، شركه صينيه هي اللي عملتها ما اعرفش زي انا، اللبوبو برضه. مش فاكره غير اللبوب. ما اعرفش غير اللبوب. انا طبعا يا جماعه انتوا هتقيموا لنا عملته شكله طيب. الرسومات. لا ده انا عاملاه زباله جدا. عايز اشوف. يعني انا عملته عيونه اصلا هي اللي فيها الشر كله، هو واسنانه. واسنانه. دلوقتي اصلا هتقيموا لنا كل الرسومات تمام، وتقولنا مين اللي كسب. مين اللي كسب؟ شكلنا مش هنخلص النهارده. لا هنخلص ان شاء الله. هو ليه ما بيطلعش اكتر من كده ولا ايه؟ مش بيطلع اكتر من كده. ودراعه بقى شكله وحش قوي بجد. دراعه لازق في رقبته، ملهوش رقبه، دراعه لازق في دماغه. احنا راسمين اول حاجه ايه؟ البيت، علشان انا دايما برسم بيوت وكده، فمش عارفه انا رسمها وحش المره دي ليه. عشان كده ما شفناش رسومات من على النت. فدلوقتي احنا جايبين رسومات لحاجات اصلا انا متاكده 100% ان احنا مش هنعرف نرسمها من غير رسومات. والله بجد ما كنتش عارفه ارسم اللبوب ده خالص من غير رسومات. صح. يا جماعه اختي بتندمج بطريقه فظيعه جدا لما اكون بتعمل حاجه اجي اكلمها. انا عملته شكله طيب. ده طيب يا بنتي، انت ليه مصغره بجد؟ ده انا عامله انا مش عارفه كل ما بكبر الوش بظهر لوحده. بظهر لوحده. المهم اختي يا جماعه بقى بتندمج جدا في اي حاجه بتعملها، افضل الا المذاكره مش بتندمج فيها قوي كده. لو ندهت لها بتيجي على طول. انا ماسكه الموبايل مثلا، ماسكه الموبايل بترسم زي ما انتم شايفينها دلوقتي. فايه عملته حته لبوبو مهرج. انا عاملاه دراع كبير ودراع صغير، عامله شبه دبدوبه التخينه. هو بقى اللي ليه عملته ارعب من هو موجود في الصوره. هو انت ليه عندك كل الوشوش مربعه؟ حتى برضو كانت رسمه القطه مش وشها عارفة. مربعه. انا حاسه التايمر قرب يخلص وانا لسه ما رسمتش جسمي. انا خلصت يعتبر اصلا. انا رسمته اي حاجه بقى، انا مش عارفه ارسم. جسمه بشع، القرف ده بجد. انا عملت كمبيوتر. كمثرى. يلا لا تايمر، هشوف التايمر. تايمر لسه له كده 3 ثواني. يلا اعملي تايمر. 5 يا جماعه. بتقولي بتعرفي ترسمي بس انا كنت فاصله الكاميرا والله. بتضحك عليا. لا والله مش بعرف ارسم. بلاش اوريهولك. اللبوبو بتاعي ده شكله هحط لكم رسمه اللبوبو. قرب شويه قرب شويه اهو. اقرب اكتر من كده ايه؟ لا ده اللبوبو بتاعي. هوريكم بقى اللبوبو بتاعنا مهرج حرفيا. رسمات خارج من فيلم رعب. رسمات بشعه بجد. اهو بتاعي. هي رجلين ما فيهوش رجلين، فاحنا عشان كده ما عملناش رجلين. بالظبط. مفيش رجلين. ها كده ده بتاعي برضه. فدلوقتي الفيديو ايه خلص. قيموا لنا بقى الرسمات يا جماعه، قلنا مين اللي كسب ومين اللي معرفش يرسم. قولوا لنا طبعا انا جبت في الرسمه الاولى ايه، اختي جابت في الرسمه الاولى ايه، انا جبت في الرسمه الثانيه ايه، واختي جابت في الرسمه الثانيه ايه، انا جبت في اللبوبو ايه، واختي جابت لبوبو ايه. فبس كده يكون الفيديو خلص. طبعا ما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك. سلام.